في التركاية دي هتعرف ازاي تسرق قصدي تعمل زي التصميم ده من غير ما تفتح فوتوشوب، وفي أقل من دقيقتين كمان. فكمل الآخر عشان تعرف تعمل كده ازاي. أنا مثلا هنا عايز أبدل صورة المنتج ده بمنتج ما يكونش مقاطعة، فروحت على جوجل وجبت صورة بيك شيبس. بعد كده هتروح على موقع اسمه صورة دوت اي اي، ومن هنا هترفع له صورة الديزاين اللي عايز تعمل شبهه وصورة بيك شيبس. وهنا أنا بدأت أكتب له إني عايز أبدل البرودكت اللي في الصورة وفي نفس الوقت أحافظ على اللوجو والكتابة بتاعت بيك شيبس، ودي كانت النتائج اللي طلعها معايا. طبعا في لسه شوية مشاكل في الكتابة واللوجو، فتعالى أقولك هنحلها إزاي. هروح على موقع توب فيو تاني ونختار برودكت اني شوت، وهنا هنحط صورة الديزاين وهنا هنحط صورة بيك شيبس. هتبدأ تحدد الجزء بتاع اللوجو والكتابة عشان يبدأ إنه يبدله باللي في المنتج الأصلي، ودي كده هتكون النتيجة معانا في الآخر.